راجل عجوز قاعد لوحده في كرفان في منطقة مهجورة، وبالليل بيحس بحاجة غريبة. بيسمع صوت جاي من الأوضة وبيفكر في البنت اللي قتلها. الشك خلاه يتخيل إنها لسه ما ماتتش، وبيدخل الأوضة عشان يطمن نفسه ويرفع الغطا من عليها عشان يتأكد إنها ميتة، ولكن بيلاقيها مضروبة على دماغها. وبيستغرب من اللي شافه، وفجأة جثة البنت بتقوم وتقول له هموتك بنفس الطريقة. فبيترعب وبيخاف وبيرجع لورا من الخوف، ومش بيصدق اللي هو شايفه. والصدمة لما بتقوله بص على الشاكوش فبيلاقي دم عليه. فبتقوله بصوت مرعب كل ضحاياك الليلة هيكونوا موجودين. جهز مشروبك المفضل يا صديقي، فيلمنا النهاردة كل رعب. باتريك بطل فيلمنا النهاردة بيكون قاعد مرعوب ومستني وعمال بيفكر في اللي هيحصل، ومن كتر عدد ضحاياه بينساهم. بيطلع ازازة صغيرة فيها سائل غريب وعمال يبص لها باستغراب، وعمال يبص كده فوق وحواليه من القلق والتوتر اللي هو فيه. فجأة الباب بيخبط وبيترعب من خبطة الباب، وبيبص ناحيته وبيفكرهم عيال صغيرين. ولكن لما الخبط بيزيد جامد بيقلق أكتر وبيستنى شوية، ولكن بيكون متردد يقوم يفتح. وبيقول لو كنتوا انتوا يقصد العيال أنا مش هرحم حد، ويروح ناحية الباب ببطء وخوف ويستنى شوية. ودقات قلبه سريعة جدا، ويحط ايده على عقرة الباب ويفتح بشويش ويبص من ورا الباب. فبيلاقي بنت بتطلب منه مساعدة عشان الجو صعب برا، مطر ورياح جامدة. في الأول كان متردد يدخلها، ولكن سمح لها تدخل وكان مش مطمن ليها. الغريب إن البنت مش لابسة جزمة ورجليها مطينة. فبتشكره وبيطلب منها تقفل الباب عشان المطر، وبتبص على المكان مستغربة وخايفة من باتريك، وبتكون بردانة جدا. ولكن هو دخل يجيب لها منشفة تنشف نفسها، ولما بيجي بتقول له مش مستاهلة. بيقول لها كده هتاخدي برد، فبتوافق وبتاخدها وبتكون محرجة. ولما بيسألها انت ايه اللي اخرك للوقت ده، بتبصله مش عارفة ترد. فبيقول لها عربيتي باظة كنت وصلتك، ولكن الصبح هوصلك. فبتفرح وتطمن، وبيكون بيعمل لها مشروب دافي. بتقلع قميصها وهي مكسوفة منه، ولكن بيلاحظ انها محتاجة شاور. ولما بيبص لشكلها من فوق لتحت بيقول لها مينفعش، لازم تاخدي دش وتغيري هدومك. طبعا هي بترفض وبتكون خايفة. بيقول لها طمني انا مفيش مني خوف، وبياخد منها القميص ويروح ينشره على الكرسي عشان ينشف. وبعدين بيروح يجيب المشروب ويقدمه لها ويقعدوا يتكلموا. وبتطلب منه تليفون، ولكن بيقول لها للأسف أنا مش معايا تليفون، خدي فلوس واستخدمي التليفون الخارجي. وبيطلع شوية نقود فضة وبيديهم لها. وبتشكره. وبتستغرب اكتر من باتريك انه مش معاه تليفون. ولما بتاخد الفلوس بيحكي لها عن نفسه شوية انه كان متجوز ومراته توفت، وكان شغال كهربائي، ولكن ساب الشغل بسبب انه عمل قفلة في الشغل. بتحط المنشفة على الكرسي وتقوم تتمشى في الكرفان، عايزة تعرف الراجل ده مخبي ايه وايه قصته بالظبط، ويكون لسه بيحكي عن ذكريات مراته. فبتلاقي ساعة حريمي غالية وشيك. بتسأله دي بتاعت مراتك؟ بيقول لها ايوه. وبتلاقي سلسلة على شكل قلب شكلها حلو متعلقة على ازازة كده. بتاخدها والفضول بيخليها تفتحها، عايزة تعرف اي حاجة غريبة عن الراجل باتريك ده، لانها شاكة فيه من اول ما دخلت الكرفان. بترجعها مكانها وبتقول له الحمام فين عشان تاخد دش. بتدخل تقلع التيشيرت وبنطلون وتحطهم على حوض المية، ولكن بتحس بحركة عند باب الحمام. بتبدأ تاخد الدش بتاعها، وفجأة وهي مغمضة عينيها تنزل نوع الدم كده. فبتتخض وبتدور على اي جرح في راسها، مش بتلاقي. لما بتخرج بتلاقيه باتريك بيعمل لها حاجه تاكلها عباره عن شويه صلصه، وبيجيب لها تيشيرت تلبسه من بتاع مراته. فجاه الباب بيخبط تاني، بيخرج يشوف مين، ما يلاقيش حد. بعدها النور بيقطع وباتريك بيجيب كشاف وبيدخل يشوف الوضع. طلب منها تمسك الكشاف، وبتلاقي دم على شاكوش ولكن بيختفي. وبتقوله ان انت مجروح في جنبك. وبتخش الحمام. بتلاقي حلقان دهب كده وبيقع منها واحد. فبتشك في باتريك وبتخرج تقول له انا ماشيه، وبتطلب ان هي تمشي عشان خايفه منه. بيرفض، ولما بتصر بيسيبها. ولكن لما بتلاقي الجو صعب بره بترجع تاني تشرب معاه مشروب. وبتكتشف ان كوبايه عليها بصمات شفايف. فبتلاحظ فيه تليفون جوه في اوضته، وبتعرف انه كذاب. وبتلاقي حاجة متغطية، لما بتشيل الغطا بتصدم لما بتلاقي جثة ست مقتولة.
وبتسمع صوت باتريك دخل، بتجري تستخبى في الحمام وبتجيب كرسي عشان تكسر شباك سطح الكرفان، ولكن مش بتقدر، وبتلاقي نقطة دم نزلت على وشها فبتتصدم. بيجي باتريك يدخل الأوضة ولكن بيحس انها خرجت من الحمام، يمشي وراها، كانت عايزة تمشي ويمسكها من ظهرها ويقع بيها وبيتألم. فبيدخل، بتستخبى تحت الترابيزة وبيدخل يشدها من رجليها ويجرها لحد المطبخ ويربطها من ايديها ورجليها وبيشربها السائل اللي كان في الازازة. وبيدخل الأوضة، ينزل الجثة بتاعت الست في الأرض ويشيل البنت دي على السرير. وبعد كده بتلاقي شباك بتحاول تفتحه ولكن بتبقى مربوطة، ولما بتفك نفسها بتيجي تفتح الشباك. تأثير المخدر اللي شرب لها بيعمل لها شلل في ايديها وفي دماغها وبتقع على السرير. وبيجي بيقول لها ان المخدر بيعمل شلل في الجسم، وبيكون بتموت بالبطيء وبتحاول تهرب. يجي يحط شال على فانوس كده بتاع الإضاءة ويشيلها ويدخلها جوه. بتحاول تقتله ولكن بتكون فقدت الأمل، وبيدخلها على السرير ويغطي وشها وبيكون لها آخر نفس مش هتقدر تاخديه، ويقوم يخرج برا ويطلع الإزازة من جيبه ويبص عليها. وفجأة تجيله أوهام إن البنت لسه ما ماتتش، ويدخل الأوضة تاني يشيل الغطا من عليها ويبص على ايديها، ولما عينيه تلاحظ دم على دماغها يبص على راسها ويستغرب. بيلاقيها مضروبة ويتفزع ويلاقي نفسه ماسك شاكوش، والبنت بتصحى وهو مستغرب وبتنزل دم كتير من دماغها وتقول له هقتلك بنفس الطريقة اللي قتلتني بيها. بيتفزع ويجري لورا، فبيبص بيلاقي ضحية من اللي قتلهم بتبصله وبيضحك وبتضحك وبيصرخ بصوت عالي من الرعب. وبتظهر واحدة تالتة وبعدين وكل ما يمشي شوية بيلاقي الباقيين ظهروله وبيلاقيهم اختفوا، فبيقوم يقع تاني وبيلاقي وشه وايده غرقانين دم. بيتفزع اكتر وبيبقى ماشي وسطيهم غرقان دم، وقلبه بيدق بسرعة. وبيبص بيلاقي واحدة منهم بصاله وفجأة بتموت تاني، فبيصرخ ويجري برا يلاقي الشرطة كلها برا، وبيقعد عند المطبخ مستخبي وخايف من الأموات والبوليس. وبيشوف أضواء البوليس في أوضته وجثث مرمية في كل حتة وهو لسه مستخبي ومش عامل صوت. وبيلاقي واحدة منهم بتقرب عليه، بيلاقيها أول بنت قتلها جاية وماسكة إزازة الخمرة وبتوريه إزازة المخدر وبتجره من رجله وهو بيصرخ، وتقعده على الترابيزة وتكب المخدر كله في ازازة الخمرة وتقول له اشرب، ولكن بيرفض. ولما بيفتكر الشرطة بره فبيشرب، فبتقوم تحط له الازازة كلها على بقه وتشربها له بالعافية. ولما بيشربها كلها بيبص بيلاقي كل حاجة اختفت ورجع تاني زي ما كان. بيقوم يفتح الباب يلاقي عيال صغيرين، بيحط ايده في جيبه ويطلع ازازة المخدر وبيفضل يضحك كتير لان هو شرب المادة دي، والمادة دي بتسبب له هلاوس. فلس في المنهج جامد، ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك. اشوفكم في فيلم جديد، سلام.